مهما جربت طرق كتير دايما برجع للطريقة دي لأن طعمها بيكون مميز جدا وبتخلي الفراخ زي ما انت شايفة كده لونها تحفة، بالإضافة لطعم وتتبيلة مميزة جدا وبتخلي الفراخ طرية جدا من جوه وطعمها يجنن، والأنسجة بتكون بتدوب كده وطعمها حلو قوي. سهلة جدا وسريعة، وعايزة أقولك تعتبر أحلى تتبيلة فراخ شفتها وجربتها إلى الآن. قبل ما نبتدي لايك وشير، ومعاك رشا الغفير، ونقول بسم الله ونروح بسرعة على الطريقة والمقادير. أول حاجة معانا فرخة في حدود 2 كيلو زي ما انت شايفة كده. طبعا نضفتها كويس جدا ونقعتها بالطحينة، أعتقد إن انتوا خلاص حفظتوني بموضوع الطحينة ده. بعد كده هنبتدي نغزغزها كده بالسكينة، وهنجيب التوابل اللي هتتكتب قدامك على الشاشة دي. معلقة من كل نوع باستثناء السكر نص معلقة، والملح طبعا على حسب الرغبة، والفلفل الأسود على حسب الرغبة. بعد كده هنجيب بقى المطيبات بتاعتنا اللي هتكمل التوليفة الحلوة دي. هنجيب معانا حوالي 3 طماطميات وواحدة ليمون جراس لو موجود، مش موجود تقدري تستخدمي قشر الليمون اللي هو القضاليا ده، ومعانا جنزبيل ومعانا بصل. عايزه اقول لك تتبيله تحفه، لو عندك صويا صوص بيعزز الطعم جدا وبيخليه حلو. الاضافه دي بقى من عندي ودي افتكاسه بس بتدي طعم حلو قوي، اللي هو الاويستر صوص. لو ما عندكيش انا مش بجبرك عليه، بس انا بحب طعمه جدا في الاكل. بعد كده هنحط كل الحاجات دي معانا في الكبه او الخلاط بتاعك ايا كان. انا عشان كانت في الفريزر الجنزبيليه كانت سهله جدا ان انا اقشرها. هناخد قشر الليمون زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنعصر الليمونه الكامله. لو عندك ليمون بدل بلدي هتحطي ليمونتين، وبعد كده هتضربي كل الكلام ده في الخلاط. وشمي بقى الروايح الجميله بعد ما تضربي الكلام ده. الاويستر صوص يا جماعه طعمه حكايه. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا، وهناخد بقى الكلام ده. الكميه دي تكفي فرختين يا جماعه، هناخد نصها نتبل بيه الفرخه، والنص التاني هنحتفظ بيه لحين الحاجه في الفريزر. هنتبل الفرخه، ويفضل يا جماعه مش اقل من 6 ساعات. كل ما الفرخه باتت في التتبيله كل ما اديتك نتيجه احلى بكتير. هنسيبها مش اقل من 6 ساعات، لو انت مستعجله يبقى ساعتين. انا هنا عملتها في الاير فراير، تقدري تحطيها في الفرن لمده ساعه ونص. اول ساعه بتحطيها متغطيه، بعد النص ساعه التانيه بتروحي شايله الغطا من عليها، وبتاكلي احلى فراخ مشويه. عايزه اقول لك حكايه، انا الاير فراير بتاعتي كانت ليها سيخ شوايه كده. لو انت عايزه الاير فراير العاديه حطيها في الدرج واظبطيها على ساعه ونص على درجه حراره 160 اول ساعه، وبعد كده ارفعي درجه الحراره عشان تاخد لون حلو، وبتبقى معاكي فراخ مشويه تتبيلتها حكايه. وعايزه اقول لك مفيش مره عملتها الا الولاد كانوا متجننين عليها، واي ضيف يسالني او اي ضيفه تاكلها عندي انت عاملاها ازاي. تقدري كمان تقطعيها 8 قطع وتعمليها شوايه على الشيش او تشويها على الفحم، بتبقى هايله وبتبقى مثاليه جدا لانها بتكون طريه ومش بتنشف ابدا على الفحم في اثناء الشوي. جربي الطريقه دي هتدعي لي وهتعتمديها دايما زي ما انا اعتمدتها دايما في العزومات. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.